سبحان الله، اللي كان بيحصل عندنا في نادي الزمالك بقى يحصل في النادي الاهلي. اول مره اشوف عندنا في نادي الزمالك الدنيا مقفوله، والحمد لله دي نعمه وانا بشكر عليها جون، اللي هو مفيش قافل دنيا على مقفوله يا كابتن. سيبه بقى، سيبه ما تسيبوه يتكلم بقى، ما تسيبوه يتكلم الراجل. سيبه يكمل كلام. ماشي. الراجل بيقول كلام محترم جدا. هو عايز يا عم ما تسكت. طيب انت كمان سيبه يتكلم. لا لازم نسمعه. هو عايز يقول لك لعيبه الزمالك راحت النادي الاهلي عملت مشاكل. يا اذا لعيبه الزمالك بتاعت مشاكل ممكن اتفضل سيبه يا كابتن. يتكلم وبعدين رد ما عليه. قالش كده خالص. لو طيب. سمحت كابتن معتمد اتكلم. بس صح ده حق. انا بقول لك يا مهيب، الفتره اللي فاتت كميه المشاكل اللي في النادي الاهلي، مع احترامي اي حد في الوسط الرياضي لازم يكون شايفها. اللي ما يشوفهاش يبقى عنده مشكله. انا شايف دلوقتي اللي احنا كنادي الزمالك اول مره اي بيت بيبقى فيه مشاكل، لكن انا مش سامع عن اي مشكله في نادي الزمالك. لا ما عندكش فلوس. ما ايه الجديد يعني؟ ما طول عمرنا ما شيكوبانزا كان رايح مشكلة فين؟ فلوس. كانت الدنيا بتروح وده بيتخانق وده بياخد فلوس من حته تانية وده بيصوت مش عارف ايه. طول بقى لنا فتره عندنا مشاكل. ولو اللعيبه ما خدتش فلوس قبل مباراه القمه، انا بقولها اهو وبالفم المليان، هيبقى في مشكله. لا، هو لو سمحت. واللي طلبوا منهم الفلوس ما ردش عليهم، ما بيردش بقى له 10 معتمد. دقايق. احنا على طول بيبقى متاخرين فلوس يا كابتن اكرام. هقول لحضرتك بس يا كابتن مصر، المشاكل اللي باينه عندنا مش زي اللي هنا. فعشان كده بقول يا جماعه، على مدار 20 سنه كنا احنا على طول مباح، نادي الزمالك مستباح لاي حد. دلوقتي الايه اتبدلت. لو انت شفت المشاكل، هو فين قفشه؟ يعني ايه عندي شهاده في السماء؟ اقفلوا على نفسكم شويه، يعني الكابتن معتمد عايز يقول كده، اقفلوا على نفسكم شويه. نتكلم ولا لو سمحت لا، استنى يا إيهاب، انا بتكلم اللي فيه مشاكل ظاهره. فين؟ من امتى انا بتخانق مع حد يا مهيب؟ خليك معايا لو سمحت. من امتى انا بكلم؟ موتني والله، من امتى انا كلاعب موتني يا جماعه. انا متربي مع الراجل ده. أيوة. لو الراجل ده خد النهارده احسن واحد في الحلقه انا هبقى مبسوط. حلو. لما ياسر ابراهيم يجي يتخانق عشان زميله خد احسن لعيب في الجوله، دي مشكله جدا. هو بيتخانق مع مين؟ ايا كان بقى. كمل يا كابتن. انا بتكلم عن اللي هو ايا بس كان. سجل كده زي ما انا بسجل كده. بتكلم لا لما يجي لا، مثلا الحمد لله الذاكره كويسه. لما يجي مثلا كابتن الفريق يا كابتن، يجي مدير الكوره يتكلم معاه ما يسمعلوش. فبرضه في مشاكل ظاهره لاي حد بالنسبه للنادي الاهلي. عشان كده بقى في بدايه الكلام يا مهيب، المشاكل دي مضايقاك؟ لا بالنسبه لي ده بسطني جدا. يا رب يكتر. انا مالي. انا بتكلم اللي هي يعني شايفك متضايق. هل متضايق بالحاجات دي؟ لا ده هو سعيد جدا. انا لا مبسوط هو جدا بيوصف بس ان احنا توصيف. قافلين على نفسنا، وفي كذا مشكله ظاهره للنادي الاهلي، والناس بتتكلم فيها. فعشان كده بقول من امتى الكلام ده بيحصل في النادي الاهلي وكان بيحصل عندنا احنا. تمام. انا دي النقطه اللي بتكلم فيها. عشان كده بقول يا بوب يا كابتن اكرامي، الفرقه اللي هتخسر وبالذات مايله كفه النادي الاهلي هيبقى في مشاكل هتنفجر. اكتر من كده ايه؟ ما انت قلت كل المشاكل روح بقى لكابتن اكرامي وتعالى. في بقى ناس هتمشي في يناير، ناس اسماء كبيره جدا هتمشي زي مين؟ امام عاشور. امام عاشور يمشي في يناير؟ ده امال انت قاعد بقالك 3 سنين بتقول يا امام مصاب يمشي الله ايه؟ عادوا لسه فاضل بس مش فيها في يناير كابتن. يعني. طب هو محمد عبد المنعم ما مشي ازاي؟ ده كان عقده بيخلص. لا كان فاضل له سنه وجاله عرض. ايوه سنه بص وجاله يا- عرض. بص كابتن يا- انا عندي كواليس. دي ميزه. لا بس دي ميزه طب معلش، للنادي الاهلي. اديني فرصه بس. ما انا حاضر يا كابتن. اللي هو محمد اي عبد حد المنعم. بالضغط، اي حد بالضغط عايز يمشي بيمشي من غير ضغط. الحاله اللي الوحيده عايز يمشي يمشي. الحاله الوحيده اللي يمشي فيها امام عاشور لو جاله عرض من 10 مليون ل 12 مليون. طب بالظبط يا يتكل كابتن. على امام الله. بن شرقي لو طلب يمشي ما هو يمشي. اللي عايز يمشي يمشي يا كابتن.